قصه حياة سميه جمال. تظل سامية جمال واحدة من أيقونات الرقص الشرقي التي نسج الخيال حولها قصصا كثيرة، رسمت لها صورة استثنائية لنجمة لها مكانتها الخاصة في قلوب معجبيها الذين تابعوها في مسيرة حافلة بالنجاح وفي نفس الوقت بكل أمارات وسمات الألغاز المثيرة. ولعل هذا ما كشفته الكاتبة ناهد صلاح في كتابها الجديد سامية جمال. الفراشة الصادر عن دار مصر العربية، والذي تعددت فيه حكايات سامية جمال الدرامية والفنية بين الغموض والدهشة، بين الوهم والحقيقة، بين سامية وزينب، وهو اسمها الحقيقي قبل دخولها عالم الفن واحترافه. واختصت الكاتبة اليوم السابع بنشر ملخص لأهم محطات في حياة الفنانة الراحلة سامية جمال. 3. البداية كانت منذ ولادة سامية جمال في قرية اسمها ونلقص، قبل أن تنتقل مع عائلتها إلى القاهرة وتقضى طفولتها وصباها في شارع الأزهر وحي الحسين، في كنف أب تزوج بامرأة أخرى بعد وفاة والدتها، امرأة قاسية عاملتها بكل أشكال العنف وبالطبع الضرب، حيث كانت دائما تتلقى منها علقة ساخنة بسبب أو بدون. ليأخذ الشكل الدرامي في حياتها منعطفا تتجمع فيه كل مقومات التراجيديا لطفلة فقدت أمها، فكانت إما تنضم إلى الأطفال في شارعها الصغير بعيدا عن جحيم البيت الذي كان عبارة عن غرفتين فوق السطوح، أو أن تنزو في ركن تختبئ من مواجهة زوجة أبيها، حتى بعد وفاة الأب وهروبها إلى منزل شقيقتها التي تعيش في حي السيدة زينب، والتي عاملتها هي وزوجها بوجه آخر للقسوة، فعاشت معهما بطريقة كانت أقرب إلى الخادمة، ما جعل مثلث الدراما يكتمل، كما ضمت الحكاية مقطعا جديدا كأنه يكمل لعبة البازل حتى يكتمل الشكل والمعنى، كما قالت ناهد صلاح في كتابها: كل ما سبق كان يكفي ليكون سببا رئيسيا لهروبها من هذه الحياة البائسة والفرار غير معنية بما ينتظرها في المستقبل، لأنها رأته أفضل بكثير من وضعها حينذاك كحياة جديدة علها تنسيها ماضيها البائس، فذهبت إلى كازينو بديعة مصابن بمساعدة صديقة لها لتعمل هناك. وكانت بديعة مصابن اللبنانية ملكة المسارح والرقص الشرقي في هذه المرحلة، تخرج من صالتها العديد من نجوم الفن اللذين رسموا المشهد الفني في المسرح والسينما حينذاك، ومنهم محمد فوزي وفريد الأطرش ومحمود الشريف وتحية كاريوكا وشكوك وإسماعيل ياسين وغيرهم كثيرون. كان لقاء سامية مع بديعة في كازينو الأوبرا الذي عهد طلعت حرب إدارته إلى بديعة كجزء من اهتمامه بالفنون. كان الكازينو عبارة عن 4 طوابق ما بين مقهى ومسرح ومطعم وحديقة بالسطح، كان يتخذها نجيب محفوظ وأدباء آخرون مقرا لعقد ندواتهم ولقاءاتهم، وكان مقصدا للملك فاروق وجميع حاشيته، وكذلك كان يتجمع فيه كبار الضباط الإنجليز أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث كان مقر قيادتهم في فندق الكونتيننتال بميدان الأوبرا على بعد خطوات عن الكازينو. في اللقاء الأول سألتها بديعة: اسمك إيه يا حلوة؟ زينب خليل إبراهيم محفوظ. زينب ديه اسم واحدة بتبيع درة نشوي، من هنا ورايح اسمك سامية. اختارت لها بديعة هذا الاسم ليكون مزيجا بين السمو وبين اسم الشاب الذي قدمها إليها، وهو مصطفى الجمال صاحب